الفندق بيوفر لك كل حاجه من اجمل الشواطئ اللي انت تقدر تيجي تستمتع فيها. هتلاقي هنا اكل وشرب في كل حته في الاوتيل. مش طبيعي انت لو دوقته دي ممكن تعيطوا. اختار ايه ولا ايه ولا ايه، هي دي المشكله. لا، كل حاجه هنا بصراحه حلوه قوي. احنا النهارده في واحد من افخم واجمل الفنادق على مستوى الغردقه وعلى مستوى مصر كلها. احنا النهارده في فندق زانادو. مجموعة زانادو هي مجموعة فنادق تركية. أكتر حاجة بتميزها هي مستوى الفخامة بتاعة الفنادق ومستوى الفخامة بتاعة السيرفيس بشكل عام. موجودة في تركيا وموجودة في مصر عن طريق فندقين، فندق زانادو مكادي، ومؤخرا تم افتتاح يعتبر واحد من أجدد فنادق الغردقة كلها وهو فندق زانادو كلوب. كم حمامات السباحه اللي موجوده هنا كبيره جدا جدا وكتيره جدا. من اول ما تدخل الاوتيل لغايه البحر في كل مكان حرفيا هتلاقي حمام سباحه، ومناسب طبعا للكبار ومناسب للاطفال. وفي كل مكان تاني هتلاقي حمامات سباحه بنفس الشكل ده بالحجم بتاعها الكبير جدا. بالنسبه لنوع الشط هنا بقى فهو شط رملي ممهد مميز جدا بصراحه، ومن اجمل الشواطئ اللي انت تقدر تيجي وتستمتع فيها. وكمان هو الشط حجمه كبير لان هو يعتبر مشترك بين زانادو مكادي وزانادو مكادي كلوب، فالاثنين نفس البيتش. لكن غير كده الشط فيه هنا كل حاجه رملي جميل جدا. واهم حاجات برضو انا شفتها في الشط بصراحه ان في جزء كبير متحوط كده خاص بس بالاطفال، بحيث ان الاطفال لو عايزين ينزلوا الشط والدنيا تبقى امان بالنسبه لهم يقدروا ينزلوا في المنطقه دي تحديدا. بصراحه اهتمامهم هنا بالحفلات كتير جدا جدا، وبالذات الحفلات اللي بيهتموا بيها بالعائلات وبالاطفال. الفندق هنا فيه اكوا بارك كبيره جدا، اكتر من 25 لعبه مناسبه للكبار ومناسبه للاطفال، وفي جزء كبير جدا منها هيتد بحيث ان انت تقدر تيجي تستمتع بالاكوا بارك كلها زي ما انت عايز. من امتع واجمل الحاجات طبعا اللي كل الاسر وكل الاطفال تحديدا هيتبسطوا بيها وهي فانسي لاند. فانسي لاند هو عالم كامل للاطفال، في كل حاجه اي طفل ممكن يحلم بيها. تقدر تسيب اولادك هنا وتروح تستمتع زي ما انت عايز وهم هيتبسطوا. والجميل برضو في فانسي لاند ان هي فيها حمامات سباحه خاصه بالاطفال اللي هم اعمارهم صغيره، وحمامات السباحه اللي هنا كمان بتكون هيتد. وعشان المساحات هنا كبيره جدا فالفندق بيوفر لك دايما جولف كار تقدر تتحرك بيها في كل مكان في الاوتيل. الفندق فيه تنوع كبير جدا 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 من الغرف، اكتر من 15 نوع غرفه تقريبا. من الغرف الحلوه قوي اللي عجبتني هنا وهي الغرف السوبيريور السويم اب. الستايل بتاعها نفس الستايل ونفس حجم الغرف السوبيريور العاديه، تكون ادلتس اونلي للكبار فقط لا غير. واجمل حاجه فيها طبعا بيكون ليها اكسس دايركت على البول. البول كمان بيكون معاه فيو جميل جدا للجاردن حواليك في كل مكان. فالغرفه دي للناس اللي عايزه حاجه هاديه ورايقه ومختلفه، واهم حاجه ان ما يكونش معاهم اطفال لانها للكبار فقط. من الحاجات الجميله طبعا وهي العصاير الفريش، تقدر تستمتع بيها في اي بار في اي مكان في الاوتيل كله. ومن اجمل البارات اللي موجوده هنا هو السكاي بار. السكاي بار هو موجود على اعلى منطقه تقريبا في الفندق هنا، واحلى حاجه فيه طبعا انك بتكون واقف هنا وبتكون شايف الفيو كله بتاع حمامات السباحه وبتاع البحر، وبتكون شايف البحر في كل مكان بصراحه. مستوى الاكل هنا هو استثنائي بكل ما تحمله الكلمه. نظام الاقامه بيكون الترا اول انكلوسيف، شامل كل المشروبات، فطار غدا عشاء مشروبات وسناكس. الايتمز اللي موجوده هنا الكواليتي بتاعها وتنوع الاصناف بتاعها استثنائي، صعب تلاقيه في اي فندق تاني. العشاء على سبيل المثال بيكون هنا في المطعم الرئيسي، والايتمز اللي موجوده فيه فيري ريتش. احنا بنتكلم ان موجود اكتر من 350 ايتم، كل حاجه واي حاجه انت بتتمناها هتلاقيها في العشاء. من اول السي فود موجود كل يوم، المشويات موجوده كل يوم. ومن اكتر واهم الحاجات اللي بجد مميزه العشاء هنا هو الاصناف التركيه. وكمان هنا في 3 مطاعم الا كارت، في التركي طبعا المميز جدا، وكمان في الايطالي، وكمان في مطعم السوشي لكل الناس اللي بيحب السوشي. من اكتر الحاجات اللي بتميز مجموعه زانادو بشكل عام وهو كونسبت الهاي كلاس اول انكلوسيف. على مدار 24 ساعه تقريبا هتلاقي هنا اكل وشرب في كل حته في الاوتيل. المطعم اللي احنا موجودين هنا هو بيقدم الصبح فطار بنظام الالا كارت للعائلات على البحر، وبعد كده بيقدم سناكس، والسناكس اللي بيقدمها هو متخصص قوي في البيتزا، وبعد كده بيبقى مطعم الا كارت سي فود بالليل. اهتمامهم هنا بالحفلات والانترتينمنت يوميا بشكل رهيب. كل يوم لازم بيكون في حفله مختلفه عن اليوم اللي قبله، والاهم بالنسبه لهم ان هم لازم يعملوا روح مختلفه، مش مجرد شو عادي، لا لازم الشو فعلا يكون مميز.